بص يا صديقي، في بطولة أفريقيا دلوقتي بتتلعب، فالماما أفريقيا والكاف عاملين قلق جامد قوي، مفيش أي احترام للأشقياء في البطولة دي. فلو أنت مش متابع تعال أقول لك على الملخص سريعا جدا. بس قبل أي حاجة متنساش تدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. وتعال أقول لك، بص يا صديقي، البطولة ابتدت في كوتيفوار. فطبعا كوتيفوار هتلعب أول ماتش، جابوا لها طاقم حكام مصري وما تسألش ليه، لأن دي صاحبة البطولة وصاحبة الأرض. المهم، كوت ديفوار بسم الله ما شاء الله جاي لها فوفوانا من نادي النصر. فطبعا دعا شوية حلوين قبل ما يجي من الكعبة، فربنا كرمه وأحرز أول هدف في البطولة. وكسبوا كوت ديفوار 2-0. كسبوا مين؟ غينيا بيساو. افتكر كلمة غينيا دي عشان ايه، هتقابلنا كتير. تاني ماتش مفيش أي احترام للأشقية، غينيا تاني. طبعا غينيا داخلة بأكتر من نفر، فمش عايزك تتوه مني. غينيا راحت متعادلة مع نيجيريا. نيجيريا طبعا لا حول ولا قوة. نخش على منتخب مصر. حجازي جاي من السعودية، شكله مدعاش كويس، قالك ده منتخب موزمبيق والدنيا في السهلة والدنيا بتاع. منتخب مصر خد على وشه، مفيش أي احترام للأشقية. الراس الأخضر بتلعب غانا، برضه مفيش أي احترام للأشقية، خدت على وشها طخ، خدت 2-1. السنغال طبعا السيد ماني جاي، والكابتن ماني، والكابتن الحارس بتاعهم يا جماعه اسمه ايه، مندي. هما الاتنين جايين من السعوديه. هما الاتنين كانوا نجوم المباراه، على الرغم ان هما كسبوا 3، بس جامبيا كانت عامله قلق عليهم. بس الرجاله جايه من السعوديه ايه ودعت بضمير. الكاميرون على الرغم انها بتلعب غينيا تالت مره، وبتلعب غينيا ومطرود منها واحد، مش عارفه تكسبها، وخدت على قفاها وخرجت واتعادلت. النيجير الجزائر بتلعب بأنجولا. طبعا رياض محرز جاي من السعودية ودعا كويس قبل ما يجي، فربنا كرمهم. ولسه الشوط الأول لسه مخلص. فملخص البطولة يا صديقي، يا رايحين الحرم ادعوله في الحرم. كل الناس دعت في الحرم وربنا كرمها في البطولة. بس يا ترى هتكمل على كده ولا ايه الدنيا؟ بس سؤال مهم، هي غينيا دي يا جماعة داخلة بكام نفر في البطولة دي؟ عشان بس 3 غينيا، ولسه البطولة لسه ما كملتش، لسه في ماتشات تانية ممكن يطلع 3-4 غينيا تانيين. ففهمونا يا جماعة القلق ده جاي منين، ولازم يبقى في احترام للأشقياء بتوع البطولة دول.